السلام عليكم. قبل اي حاجه ما تنساش تصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. ثانيا، لو انت اول مره بتشوف قصه كريس شيطان صناديق الحظ فانصحك تروح تشوف الاجزاء اللي فاتت علشان تفهم الاحداث، لان ده الجزء الرابع. رابط الاجزاء اللي فاتت هتلاقيه في الوصف، في علامه اللي هتظهر لك فوق على الشمال، او في التعليق المثبت تحت، او ممكن تريح دماغك وتدخل على القناه وتشوف الاجزاء اللي فاتت بكل بساطه. شايف الموضوع بسيط ازاي؟ المهم مش عايز اطول عليك اكتر من كده عزيزي، اسيبك مع فلاش باك صغير مشاهده ممتعه. وبعد كده بيسأل ليليس كده وهو متوتر يا ترى هو معاه كام نقطة من صناديق الحظ العشوائية، فبتقوم ليليس صدمة وبتعرف ان هو معاه 10000 نقطة او بالظبط يعني 10032 نقطة. طبعا الكمية دي صدمته وبيسأل ليليس ازاي حصل على كل النقاط دي، فبتبدأ ليليس تعرفه ان ملك الشياطين الأعظم كان عمال بيتفرج عليه وشاف ان كريس يستحق النقاط دي من بعد ما خلى زعيم الجوبلين ينضم ليه، وكمان ساعد إيرينا انها تنقذ شعبها من اخوها اللي هي كمان دلوقتي بدورها بقت بتساعد كريس بقدر الامكان. ومش كده وبس، ده كمان اكتر حاجة بهرت زعيم الشياطين الأعظم ان كريس قدر يضم لفريقه كلير بطلة النور والشمس. وبعد كده بيتجه كريس لبعد صناديق الحظ العشوائي علشان يشوف هيشتري من هناك كام صندوق حظ عشوائي. وبعد كده بنشوف كريس اللي بيدخل بعد صناديق الحظ العشوائيه بتاعته وبياخد ليليس وبيتي معاه، لكنه فجاه بينصدم اول ما بيلاقي ان كلير قدرت تدخل معاهم هي كمان، لان المفروض ان اللي يقدر يدخل بعد صناديق الحظ العشوائيه بتاعته يا اما اتباعه يا اما الشياطين اللي زيهم. وده خلاه بدا يفكر مع نفسه في اعتقاد منه ان ملك الشياطين استر هو اللي سمح لكلير تدخل بعد صناديق الحظ العشوائيه بتاعته. ده لحد ما كلير بتيجي وبتقطع تفكير كريس، بتقول له انها سمعت ان ملك الشياطين الاعظم استر عطى لكل زعيم شيطاني تابع ليه قدره خاصه، علشان كده بتسال كريس يا ترى ايه هي القدره الخاصه بتاعته، لانها كانت شافته استدعى الغول العملاقه براسين، فبتعتقد ان قدره كريس هي استدعاء الوحوش. بيرد عليها كريس بكل خجل كده وبيقول لها ان القدره الخاصه بتاعته هي صناديق الحظ العشوائيه، وده اللي بيخلي بيتي ترجع تتريق وتضحك عليه. المهم يعني بيروح كريس يبص على شاشه البعد الفراغي وبيلاقي ان هو معاه 1032 نقطه حظ عشوائيه، بس اخد باله كمان ان دلوقتي بقى يقدر يشتري صناديق الحظ العشوائيه اللي من المستوى الثاني اللي هتكلفه 200 نقطه حظ عشوائي. وهنا ليليس بتعرف كريس ان ملك الشياطين الاعظم فتح لكريس صندوق الحظ العشوائي من المستوى الثاني علشان كان مبهور من الانجازات اللي شافها. بتشاور بعد كده ليليس على ترابيزه من الترابيزات اللي وراهم وبتقول له كمان ان ملك الشياطين قال لها تعرف كريس انه لو عايز يفتح صناديق الحظ العشوائيه اللي من المستوى الثالث فلازم يضحي ب 5000 نقطه، ولكن يكون في علم كريس ان الصندوق الحظ العشوائي اللي من المستوى الثالث هيكون ب 500 نقطه. وده خلى كريس محتار ومش عارف يختار ايه بالظبط بسبب ان هو معاه 10000 نقطه بس، فكده هيكون مضطر يضحي ب 5000 نقطه علشان يفتح المستوى الثالث من صناديق الحظ العشوائيه. لكنه بعد كده بيقتنع وبيقول لليليس انها تضحي بال 5000 نقطه وتفتح له المستوى الثالث، ده علشان هو بيعتقد ان كل ما زادت عدد صناديق الحظ العشوائيه عنده فهيقدر يختار الصندوق اللي هو عايزه على حسب الموقف اللي هو فيه، ده لان كل صندوق بيطلع حاجه مختلفه عن الصندوق اللي قبله او نسبه الحظ فيه بتكون اعلى. المهم بعد كده بتروح ليليس عند ترابيزه صندوق الحظ العشوائي اللي من المستوى الثالث وبتبدا تضحي ب 5000 نقطه علشان تفك الختم بتاعها. وبالفعل بيقدر كريس دلوقتي يشتري صندوق الحظ العشوائي اللي من المستوى الثالث اللي بالمناسبه كان ب 500 عمله، وده كان كتير جدا، بس كريس كان مضطر ان هو يشتري عشان يعرف الصندوق ده هيعطيه ايه. بيروح كريس بعد كده لغرفته هو وبقيه صحابه بعد ما اشترى بكل النقاط اللي فضلت معاه صناديق حظ عشوائيه من المستوى الثالث. بيمسك اول صندوق كده وهو متوتر بسبب ان الصندوق الواحد من المستوى الثالث بيساوي 5 صناديق من المستوى الاول. المهم بيفتحه كده، واول ما بيفتحه بيبدا الصندوق ينور، فبيعتقد كريس ان طلع له حاجه اسطوريه زي المعدن الاسطوري اللي كان حصل عليه قبل كده، لكنه بيلاقي انه حصل على تعويذه سحريه مكتوبه على ورقه او طلاسم بمعنى اصح. حتى ليليس وكريس في البدايه برضو ما كانوش عارفين ان دي طلاسم سحريه، لحد ما بيروح كريس يقرا المكتوب على الطلاسم بيلاقي انها مكتوب عليها انها طلاسم الامر المطلق للعناق، بس برضو كريس ما كانش فاهم يعني ايه طلاسم الامر المطلق للعناق، فعلشان كده بينده على ليليس وبيسالها في حين ما كان بيوجه لها الطلاسم ازاي يستخدمها. لكنه اول ما بيوجه الطلاسم كده في ناحيه ليليس بتبدا ليليس تتوتر وبتحس بالاحراج وفجاه بتتجه ناحيه كريس وبتبدا تحضن في كريس غصب عنها، وصحيح انه كان غصب عنها لكنها كانت مبسوطه. وبعد ما مفعول طلاسم الامر المطلق للعناق ينتهي كان بقيه البنات متضايقين ان ملك الشياطين الاعظم حط في الصندوق حاجه زي كده، او بمعنى اصح كانوا متضايقين ان كريس ما استخدمش الطلاسم دي عليهم، فبيعتذر لهم كريس وبيعرفهم ان هو ما كانش يعرف ازاي اصلا يشغل الطلاسم دي وانه كان موجهها بس ناحيه ليليس فاشتغلت بالصدفه. وبعد كده بيتجه لصندوق الحظ العشوائي اللي جنبه ده وبيسال نفسه لو كان كل صناديق الحظ العشوائيه اللي من المستوى الثالث هتطلع له طلاسم سحريه. وبالفعل بعد ما بيفتح كل صناديق الحظ العشوائيه اللي من المستوى الثالث بيلاقي ان كل اللي طلع له منها طلاسم سحريه، وبرضه ده كان خايب امل كريس في الحاجات اللي طلعت له من صناديق الحظ العشوائيه اللي من المستوى الثالث، لانه كان متوقع يطلع له حاجه اسطوريه احسن من كده. لحد ما بتيجي ليليس وبتقول لكريس يبص نص الكوبايه المليان، وبتعرفه ان هو ممكن يستخدم واحد من الطلاسم دي علشان يستخدمها على شخص يجدد له القلعه بتاعته، لان جه في باله شخص معين لو استخدم عليه الطلاسم ديت وخلاه يجدد له القلعه بتاعته فالقلعه ديت هتتحول لقصر عملاق. وبيطلب بعد كده من ليليس انها تفتح له بوابه للعالم السفلي علشان هيروح يجيب الشخص اللي هيعمل كده ويزور شخص
تاني. بس لما كلير بتسمع من كريس ان هو هيروح لعالم الشياطين بتساله لو كان ينفع تروح معاه. في الجهه التانيه برضه لما بيتي بتسمع ان كلير عايزه تروح مع كريس بتقول برضه انها عايزه تروح معاه. فبيجي كريس كده وهو قدام البوابه بيعرفهم ان هما الاتنين مش جايين معاه علشان يرضي جميع الاطراف من الاخر يعني. المهم بينتهي بينا المشهد بعد كده في مملكه الشياطين اللي في العالم السفلي، وتحديدا كان كريس اتجه عند ورشه البناء الملكي، ولما بيدخل هناك بيفضل يدور على تلميذه البناء الملكي اللي بتطلع في النهايه البنت اللي واقفه قدامه دي، وبيكون اسمها لوبيرا، كانت صاحبه كريس من ايام الاكاديميه. وهنا لوبيرا بتعرف كريس ان هي فرحانه جدا علشانه لانه بقى واحد من زعماء الشياطين الاربعه المميزين، بس فجاه بتقول له ان هي تتكلم معاه بعدين وبتبقى رايحه تمشي كده علشان هي عندها شغل كتير ومحتاجه تخلصه بسرعه وتسلمه في الميعاد. فبيبتسم لها كريس كده وهو عمال بيعتذر لها، وبعد كده بيستخدم عليها طلاسم الاوامر اللي على طول بتشتغل على لوبيرا وبتلاقي نفسها بتتحرك غصب عنها. وهنا بيبدا كريس يامرها انها تروح تجدد له القلعه بتاعته، وطبعا لوبيرا كانت متعصبه جدا من الحركه اللي كريس عملها دي، وبتعرفه ان لا يمكن الطلاسم دي تشتغل عليها ولا حتى تروح تعمل له اي حاجه. بس فجاه بتختفي من المكان، وده لانها انتقلت لقلعه كريس علشان تجددها. بعد كده كريس بيغادر وبيتجه لمكان تاني في العالم السفلي علشان يبحث عن الشيطان الملقب بالثعبان الاذكى، والشيطان ده كان هو ملك الشياطين الاعظم السابق اللي اخذ اللقب ده بسبب ان هو كان معروف انه اذكى واحكم زعيم شيطاني عرفه التاريخ على مدار ال3 4 5000 سنه اللي فاتوا. ده غير كمان ان اللي بيحاول يقابل زعيم الشياطين السابق بيلاقي صعوبه كبيره جدا في انه يقابله، لان محدش يعرف مكانه غير كريس وعدد اشخاص قليل جدا، وده بسبب ان ملك الشياطين السابق بيعيش بالاحياء الفقيره في بيت صغير، وهو البيت اللي كريس بيدخله ده. ومش كده وبس، ده كمان لو حد اكتشف البيت اللي بيعيش فيه ملك الشياطين السابق مش هيقدر يعرف برضه ان هو ملك الشياطين السابق، وده بسبب ان ملك الشياطين ده عنده هوايه تانية الا وهي انه يحول نفسه لعجوز عندها 3000 سنه. وطبعا لان ملك الشياطين السابق عارف ان دايما كريس بيقدر يكشفه بيقرر ما يشغلش دماغه وبيقف كده وبيبدا يرجع نفسه لشكله الاصلي، وده شكل ملك الشياطين السابق الاصلي اللي بالمناسبه اسمه نيفيريوس. وبيقول لكريس ان هو عارف ايه اللي جابه هنا ومتاكد مليون في الميه ان الموضوع ليه علاقه ببيتي، فبيهز كريس دماغه وبياكد له ان الموضوع فعلا ليه علاقه ببيتي. بيبدا كريس يقول مع نفسه بعد كده ان بيتي كانت واحده من زعماء الشياطين الاربعه المميزين، فبالتالي من غير تفكير اكيد عندها اتباع وجيش قوي جدا. فلما كان يقعد مع بيتي كان دايما يقعد يفكر هل الاتباع دول لسه مخلصين لبيتي بعد ما خسرت اغلب قوتها بسبب ملك الشياطين وبقت تتبعه. فعلشان يضمن سلامه بيتي ويحاول يسيطر على الموقف بقدر الامكان لو ساء الوضع جه هنا مخصوص علشان يطلب من ملك الشياطين السابق يجيب له شويه معلومات. فبيبتسم ملك الشياطين نيفيريوس وبيعرف كريس ان دي من عوايده وكان عارف انه جاي هنا علشان كده. بيرجع بيقول لكريس ان هو هيقول له على المعلومات اللي يعرفها لكن كل حاجه بتمنها، وبيسال كريس هيعطيه ايه في مقابل المعلومات دي. فهنا بيبتسم كريس كده ابتسامه خبيثه وبيعرفه ان هو عنده هديه قيمه جدا. وفجاه بيبدا ملك الشياطين نيفيريوس يصرخ باعلى صوت في كل مكان، وبيتبين ان هو كان عمال بيصرخ باعلى صوته من شديه الضحك، ده في حين ما كان كريس عمال بيعتذر له علشان كريس استخدم عليه طلاسم الضحك المطلق علشان ما كانش عنده حاجه يعطيها في المقابل لملك الشياطين نيفيريوس. وعلشان ملك الشياطين نيفيريوس كان شويه ويموت من الضحك بيقول لكريس ان هو هيقول له على كل المعلومات اللي يعرفها. وبعد شويه بيقعدوا هما الاثنين وبيبدا نيفيريوس يقول لكريس ان اتباع بيتي ما عادوش مخلصين زي زمان. فبيساله كريس لو كان مثلا هل اتباع بيتي ممكن يغدروا بيها ويموتوها، لكن ملك الشياطين بيقوم قايل له لا، وبيعرف كريس ان اتباع بيتي ما عادوش مخلصين ليها علشان ما عادتش قويه زي زمان، اغلبهم بيعتقد انها خلاص ما عادتش من الاربع شياطين المميزين وهم عايزين حد قوي وشجاع يتبعوه علشان يقدروا يحموا المنطقه بتاعتهم. وده كان احتمال كريس اساسا كان فكر فيه، لكن رغم كده بيشكر ملك الشياطين نيفيريوس وبيبقى رايح يغادر المكان بعد كده، بس بيعرف ملك الشياطين نيفيريوس انه هيبقى يجي يزوره مره تانية. والكلام ده كان ضايق ملك الشياطين نيفيريوس لان كل مره كريس يجي بياخد منه حاجه من غير مقابل. المهم بيكون خلاص كريس شويه ويخرج من الباب بيلاقي ان ملك الشياطين نيفيريوس بيقول لكريس ان هو ما عادش زي زمان واتغير كتير قوي عن مكان صغير. فبيبص له كريس بابتسامه كده وبيساله هو ليه بيفكر في الماضي. بيقوم نيفيريوس معرفه انه كل ما الواحد يعيش لفتره طويله فغصب عنه هيفكر في الماضي والاحداث والحاجات اللي عملها او المواقف اللي اختارها. زي مثلا كده لو افتكرت مثلا موقف يا عزيزي المشاهد وتبدا تقول لنفسك يا ترى هل فعلا كان المفروض اعمل كده او كان ممكن اعمل حاجه احسن من كده. وهنا نيفيريوس بيقوم مفكر كريس باللي عمله مع صاحبه كلير، واللي ما نعرفش لحد دلوقتي هو هنا يقصد كلير بطله النور ولا يقصد شخص تاني. المهم لما كريس بيسمع الكلام ده بيفكر ملك الشياطين نيفيريوس ان هو تخلى عن عرش ملك الشياطين لملك الشياطين الجديد اريس. فبيقوم ملك الشياطين نيفيريوس مفهم كريس ان هو ما خدش لقب اكثر الشياطين حكمه وذكاء من ولا حاجه، لان في عالم الشياطين فالاقوى هو اللي هيحكم غصب عن اي حد. وبيقول لكريس ان دايما ملك الشياطين علشان يكون ملك شياطين لازم يجي شخص يثبت ان هو قوي عن طريق انه يهزم الملك الحالي، فبالتالي ياخد هو سلطه ملك الشياطين الاعظم. ولان نيفيريوس كان عارف الموضوع ده وعارف ان كان في اي لحظه ممكن يجي حد اقوى واذكى منه ويخلص عليه وياخد منه العرش، قرر ان هو يروح بكل طوعيه
القضيه يستقيل منصبه ويعين اريس ملك الشياطين الاعظم الجديد. وبيبدا يعرف كريس ان ده المفروض اللي يحصل، بدل ما كل 1000 سنه يجي ملك شياطين جديد اقوى واذكى يخلص على ملك الشياطين الحالي. بعد كده نيفيريوس بيروح يقرب من كريس وبيقول لكريس ان هو شايف انه ذكي زيه، وعارف كمان ان كريس عايز ياخد طريق مختلف مش زي بقيه الشياطين، لكنه هنا عايز يعرف ايه الطريق اللي كريس هياخده. فبيبتسم له كده كريس وبيقول له بكل بساطه ان هو هيعمل اي حاجه بيفكر فيها، لكنه هيحاول يتجنب سفك الدماء والحروب بقدر الامكان، على عكس اغلب الشياطين اللي كل تفكيرهم في السيطره والسلطه والحكم والدمار. وبيغادر كريس بعد كده وبيرجع نيفيريوس لشكل العجوز اللي كان عليه، وبيبدا يفكر مع نفسه في كريس قد ايه كريس اتغير، لان كريس اللي كان فاكره كان طفل يتيم فقير زمان اول ما شافه وكان مسك في رجله وكان عمال بيترجاه. وعلى عكس المتوقع دايما الشيطان القوي هو اللي بيعرض على الشيطان الضعيف صفقه، لكن وقتها كريس هو اللي عمل العكس وهو اللي عرض على نيفيريوس صفقه. وما بنعرفش ايه الصفقه ديت، لان نيفيريوس بعد ما افتكر شويه حاجات من الماضي بيغادر المكان وهو عمال بيقول انه بيتطلع للحاجات اللي كريس هيعملها في المستقبل. المهم بينتهي بينا المشهد بعد كده عند كريس اللي كان رجع للقلعه بتاعته وكان مصدوم من جمال المكان اللي اتحول لقصر. وبيلاقي بعد شويه ليليس جاي بتعرفه ان هم دلوقتي بقى عندهم 5 طوابق وكل طابق فيه 5 غرف كبيره جدا. وبيتي بتعرفه ان مهارات لوبيرا طلعت احسن من ما كان يتوقعه، لانها عدلت المكان وضافت طوابق كتير، ده غير الاساس. والكل دلوقتي فرحان وعمالين بيستكشفوا القصر كانهم اول مره يدخلوه. وهنا بتيجي لوبيرا وبتعرف كريس ان هي خلصت كل حاجه، جددت المكان كله، بل تكاد وتكون بناته من اول وجديد، وهترجع دلوقتي لعالم الشياطين عشان تكمل شغلها. فبدا كريس يقول مع نفسه هنا ان هو كان متوقع ان الطلاسم السحريه ديت ملهاش اي لازمه، لكن طلع فعلا مفعول الطلاسم اقوى مما كان يتخيل. لحد ما بتقطع لوبيرا تفكيره وبتقول له ان هي ما كانتش متوقعه ابدا ان تكون قدرته السحريه هي صناديق الحظ العشوائيه. وبتقول له بعد كده ان رغم الموهبه الحثاله اللي حصل عليها ديت، الا ان الكل في مدينه الشياطين عمالين بيتكلموا عليه وعلى قد ايه هو فاجر. وكمان كان بدا كل البنات يعجبوا بيه، ومن اهم البنات دول كانت اميره الحشرات اللي بتعرفه لوبيريا انها من الواضح كده بتكرش عليه. لحد ما بيقول لها كريس ان هو مش مهتم بالشياطين اللي بيعيشوا في العالم السفلي، وان هو كان ممكن يهتم بيها لو كانت من الشياطين اللي بيعيشوا في عالم البشر. بتقوم لوبيريا مفهماه انهم عندهم سبب مقنع، والسبب ده هو لانهم لما اغلب الشياطين بتخرج من العالم السفلي بيموتوا، وده بيكون بسبب الابطال زي كلير كده لما كانت هتخلص على كريس. المهم بتغادر لوبيرا بعد كده، وقبل ما بتختفي بتعرف كريس ان هي عملت له دفاع قوي للقلعه بتاعته، بس ما يعتمدش عليه بشكل كبير لان ممكن شخص قوي جدا يدمره عادي. وبعد كده بيجتمع كلير وبيتي مع بعض علشان يتكلموا شويه، وهم قاعدين كده كريس بيسال بيتي لو كانت خايفه من ان اتباعها واخواتها يفكروا انهم يخونوها مثلا. بتقوم بيتي عضه صوابعها كده وهي متوتره، وبتقول لكريس ان طبعا هم اكيد ما بيفكروش في الحاجه دي. بيقوم كريس قايل لها ان في الفتره اللي فاتت دي كلها كان عارف ان كل تفكيرها في الموضوع ده، فعلشان كده هو راح مخصوص لمدينه الشياطين يجمع شويه معلومات ويشوف اتباعها بيفكروا يعملوا ايه بالظبط. وبيقول لها كده ان خلاصه الموضوع ان هم بس عايزين شخص قوي وهيرجعوا يتبعوها بكل بساطه لما تسترجع قوتها. وده خلى بيتي محرجه شويه ومبسوطه في نفس الوقت، لان كريس كان بيجمع كل المعلومات دي عشان خاطرها، وبتبقى لسه راح تعرفه انها اول ما تسترجع قوتها وتتحكم تاني في اتباعها هتكون مخلصه برضه ليه. بس ما بتكملش الجمله ديت لان ليليس بتدخل فجاه كده وبتقول لكريس ان في شخص جاي علشان يزوره بشكل ضروري. وبنكتشف ان الشخص ده هي ايرينا اللي جت، وبتعرف كريس ان حصل مشكله وهي محتاجه مساعدته. ولما بتقعد معاه كده بتفهمه ان ممكن حرب اقليميه تحصل في اي لحظه، وبتعطيله الرساله اللي وصلتها، واللي لما بيبص كريس فيها بيلاقي ان رجالها الرساله ديت من استكوف ايزك اللي بيقول لايرينا ان هو اكتشف انها اطاحت باخوها الحاكم الحقيقي لارضها، وتعاونت مع كائنات قذره اللي هي الشياطين علشان تحكم بالقوه، ده غير ان هي امراه. وبيهددها ان هي لو ما رجعتش كل حاجه زي ما كانت فهو ممكن يعمل حرب في اي لحظه. فلما بيستغرب كريس كده وبيسالها مين اللي اسمه استكوف ايزك ده، بتقول له ايرينا ان استكوف ايزك ده هو ملك الاقليم المجاور ليهم، واللي بتعتقد ايرينا ان استكوف ايزك ده هو لعبه في ايد حد تاني، وهي بتشتبه في الكونت هريدا. طبعا الاسامي الكتيره اللي كريس عمال يسمعها من ايرينا ديت خلته مشوش ومش فاهم اي حاجه في اي حاجه، خصوصا ان هو مش عارف دول مين وعايزين ايه بالظبط. فبتقوم ايرينا معرفاه ان باين كان في مصلحه ما بينهم وما بين اخوها، يا اما كانت مصالح فاسده، يا اما كانوا بيستغلوا اخوها على حساب شعبهم علشان يطوروا هم من بلادهم ويطلعوا هم الكسبانين. فلما جت ايرينا طبعا اللي كل تفكيرها لشعبها ومش بيطلعوا من وراها باي مكسب، فعشان كده ممكن يكونوا عايزين يخلصوا عليها، خصوصا وهم انهم عندهم جيش كبير جدا ممكن يعملوا كده في اي لحظه. علشان كده هي جت تطلب المساعده من كريس. فبيقطع كريس كلامها وبيعرفها انه للاسف ما يقدرش يدخل ما بين النزاعات والحروب اللي بين البشر. بس بيبدا كريس بعد كده يفكر مع نفسه وبيقول ان هو لو حتى كانت قوانين الشياطين بتمنعه يتدخل بشكل مباشر فهو ممكن يحاول يتدخل من بعيد. فبيبتسم كده وبيعرف ايرينا ان هو عنده مرتزقه مميزين. المرتزقه دول اللي كانت كلير هتخلص عليهم قبل كده بسبب سوء الفهم اللي حصل، لكن بعد ما بقوا حلفائهم فبدات بيتي وكلير يعلموهم ويدربوهم.
وعلشان كده بنشوف كريس بعد شويه بيستدعي اخو زعيم المرتزقه اللي شفناه من شويه، واللي كانوا متوتر وخايف ومستغرب هو ليه تم استدعائه هو وما استدعوش اخوه. بيقوم كريس معرفه ان هو استدعاه هو بدل اخوه علشان هو شايفه ذكي اكتر من اخوه، والكلام ده كان احرج المرتزقه ده لحد ما كريس بيعرفه ان هو هيكون المسؤول عن القياده. فده خلى المرتزقه يستغرب للمره الثانيه، اللي بالمناسبه اسمه فيفا، واخوه الكبير اللي هو العملاق اللي شفناه قبل كده بيتهزق من كلير اسمه ثور، وبيسال كريس ليه هو اللي ما يكونش القائد. فبيبدا كده كريس يفهمه ان هو ما يقدرش يتدخل بشكل مباشر في المشاكل البشريه بما انه واحد من 4 شياطين المميزين. وبالنسبه لإيرينا فهي كانت محجوزه في القلعه لفتره طويله، فما تعرفش كويس ايه هي التكتيكات بتاعه الحرب وازاي الجنود بيفكروا وما الى ذلك. لكن كريس بيشاور على إيرينا بعد كده وبيفهم فيفا ان ظاهريا هتكون إيرينا هي المسؤوله عن القياده، لكن فعليا فيفا هو اللي هيكون مسؤول عن القياده وهياخدوا رايه في الحاجات المهمه. وبعد كل الكلام اللي فيفا سمعه بيقرر يستسلم ويشوف هو هيقدر يعمل ايه علشان يساعدهم وخلاص. فبتيجي إيرينا كده وهي معاها الخريطه بتاعتها بتعرفه ان هي عملت خطه وعايزه توريها له، والخطه كانت بسيطه جدا بل تكاد تكون خطه عبيطه اساسا. بتشاور له في المكان ده وبتقول له لما جنودهم يجوا للمكان ده فجنود إيرينا هيحاصروهم علشان يخلصوا عليهم. واللي اول ما فيفا بيسمع الكلام ده بينصدم وبيسالها ايه الخطه العبيطه دي، فبتتوتر إيرينا هي التانيه وما بتبقاش فاهمه هي غلطت في ايه. فبيفهمها فيفا ان ما ينفعش تجمع كل قواتها علشان يحاصروا قوات اكتر منهم، وان للاسف لو عملوا كده زي ما هي بتفكر فممكن اعدائهم يرسلوا جنود تانيين ويروحوا يخلصوا على القلعه بتاعتها، لان طبعا في الوقت ده مش هيكون عندها جنود وكل الجنود في الحرب ومفيش حد بيحمي المنطقه بتاعتها. وبيفهمها ان الخطه بتاعتها ديت كانت ممكن تنجح في حاله واحده، وهي ان مثلا تكون منطقه الحرب جبليه، لكن بما ان ارض الحرب اللي ما بينهم مسطحه فمش هتنفع الخطه دي ابدا. طبعا كريس وإيرينا اول ما بيسمعوا الكلام ده بيبصوا لبعض كده وهم فرحانين لانهم اختاروا الشخص الصح في المكان الصح، لان من الواضح ان فيفا كده فاهم في كل حاجه بيقولها. وعلشان كده إيرينا بتسال فيفا وهي متوتره هيعملوا ايه او ايه الخطه اللي هو بيفكر فيها. فبيبدا فيفا يفكر مع نفسه كده وهو محتار، وبعد شويه بيضرب الترابيزه على الخريطه وبيقول لكريس ان من الاخر كده لازم يعملوا حاجه غير متوقعه، بما ان المقاطعه بتاعتهم صغيره وما عندهمش جنود كتير فمفيش حد هيتوقع الحركه اللي هو بيفكر فيها. الحركه اللي هو بيفكر فيها انهم هيطلعوا حداهم في البلد هيجيبوا 2 3 4 كده من رجالتهم وبعد كده يطلعوا على طول على الملك. طبعا دي حركه مفيش حد بيفكر فيها او حد يفكر فيها، وبكده يكونوا قبضوا على الملك بكل سهوله من غير ما يخسروا قوات ويضيعوا وقت. طبعا كريس بيسمع الكلام ده وبيكون مبسوط جدا من خطه فيفا ده، ولا اجدعها مدرب كوره. فعلشان كده بيقول لفيفا ان من اليوم ورايح هيكون فيفا هو المسؤول عن قياده القوات واصدار الاوامر والتكتيكات بتاعه الحرب. وبينتهي بينا المشهد بعد كده للاسبوع اللي بعده كانت إيرينا جمعت كل القوات بتاعتها وبيبداوا يستعدوا علشان ينفذوا الخطه بتاعه فيفا وثور، اللي كانت عباره عن ان في جزء من قوات إيرينا هيواجهوا قوات ستوكوف ايزك بشكل مباشر، وده هيكون الهاء علشان الجزء الثاني من قوات إيرينا يروح يقبض ويسيطر على ستوكوف ايزك. طبعا كريس كان عمال بيشوف المدعكه اللي بتحصل قدامه وشايف ان خطه فيفا ماشيه تمام التمام لحد دلوقتي. وبننتقل احنا بعد كده لستوكوف ايزك اللي كان عمال بياكل في العنب ولا على باله اي حاجه، وقاعد على العرش بتاعه كده ومفكر نفسه ملك زمانه. ومن كتر ما قوات ستوكوف ايزك كانوا مغرورين بيجي واحد من الجنود بتوعه وبيسالوه يا ترى هيعمل ايه اول ما يسيطر على المنطقه بتاعه إيرينا. بيبص كده للجندي بتاعه وبيقول ان هو اول حاجه هيفرض ضرائب على المنطقه بتاعه إيرينا، ومش كده وبس كمان هياخد ناس من الاقليم بتاع إيرينا ويبيعهم كعبيد. ومش كده وبس ده من كتر التفكير بيفكر في إيرينا وقد ايه هي جميله، وهو من الاخر كده عايز يدلع نفسه. يعني يا عزيزي المشاهد الراجل ده بيفكر يعمل اي حاجه حرام. ده طبعا لحد ما بيسمع صوت صراخ وفي حد بيحاول يدخل الغرفه بتاعته بالقوه، ومن كتر ما ستوكوف ايزك كان مرعوب بيخرج عن افكاره المنحرفه وبيسال الجنود بتوعه ايه اللي بيحصل. فبيطلع اللي كان بيحاول يدخل الغرفه بتاعته واحد من الجنود بتوعه وبيقول لستوكوف ايزك وهو خايف كده ان في جزء من قوات إيرينا وصلوا وحاصروا المكان، واول واحد كان وصل لهناك كان العملاق ثور الاقرع اللي هو اخو فيفا الكبير، واللي اول ما ايزك بيشوفه بيكون متوتر جدا لكنه بيأمر الحرس والجنود بتوعه انهم يهجموا ويحاصروا ثور، وبينصح ثور ان هو يستسلم بدل ما يموت. بس ثور بيبتسم كده وبيقول له ان هو مش خايف من الموت. ترى يا معلم انت بتقفل الباب ليه يا معلم؟ هنرقص دانس يا روح امك. وبيروح يهجم على اول 2 بيخلص عليهم بكل سهوله، وبيبقى راس رايح يخلص على بقيه الجنود. بس وقتها ايزك بيقطع تفكيره بسبب ان هو كان مرعوب جدا لدرجه ان هو اتجه ناحيه واحد من الحراس بتوعه اخد منه الخوذه بتاعته حطها على دماغه وطلع يجري من المكان على امل منه ان هو يهرب من ثور. بس على مين؟ ثور كان لحق يشوفه ومسكه، وبيقوم مخلص على ايزك بضربه واحده بتقسم راسه عن جسمه. وبعد شويه كان وصل فيفا وكريس وإيرينا للمكان، وفيفا لما شاف ان ثور خلص على ايزك بالطريقه ديت فضل عمال يعاتبه وبيعرفه ان ده ضد القانون وان المفروض ما
كانوش يقتلوا زعيمهم، وده نفس الحاجه اللي ايرينا كانت خايفه منها. فلما بيسالها كريس ايه اللي ممكن يحصل، بتبدا ايرينا تفهمه ان دلوقتي الملك ايزك اللي لسه مخلصين عليه من شويه ده المفروض ان هو تحت قياده هريدا، فبما انها خلصت على ايزك فيبقى هي كده بتعلن الحرب على هريدا. بس فجاه بقيه جنود ايزك اللي لسه على قيد الحياه بيقطعوا كلام ايرينا وبيبداوا يطلبوا منها السماح والمغفره، وبيعرفوا ايرينا وهم مرعوبين كده ان هم اساسا مش جنود وانما هم مدنيين ما اتدربوش حتى على اساسيات القتال، وان الملك ستوكوف ايزك هو اللي اجبرهم ينزلوا الحرب غصب عنهم. بعد كده بيقولوا لها انها من ساعه ما مسكت الحكم من اخوها وفي اشاعات بتقول ان الناس بقوا عايشين في سعاده في المنطقه بتاعتها، علشان كده بداوا يترجوها انها دلوقتي تحكمهم. وطبعا الكلام ده اول ما كريس بيسمعه وبينصح ايرينا انها تقبل عرضهم، فبتقوم بصلهم ايرينا وبتعرفهم انها موافقه. وده خلى جنود ايزك اول ما بيسمعوا الكلام ده بيطيروا من الفرحه وبداوا يعيطوا لانهم ما كانوش مصدقين ان ايرينا هي اللي هتحكمهم، وده طبعا اللي كانوا بيعتقدوه، لان من وجهه نظر كريس فدلوقتي ايرينا بتسمع كلام كريس، وايرينا دلوقتي بتحكم المقاطعه بتاعتها والمقاطعه بتاعت ستوكوف ايزك، فبالتالي الجنود والمنطقه بتاعت ايرينا ومنطقه ستوكوف ايزك تحت سيطره كريس. المهم بعد كده بينتهي بينا المشهد بعد 3-4 ايام من الحرب اللي حصلت. كان فيفا عمال بيجري ناحيه ايرينا وهو بيقول لها انه معاه رسائل مهمه جدا ليها، فبتبص له ايرينا كده وبتعرفه انها اصلا وصلها رسائل كتير جدا، بتشاور له كده على الرسائل وبتقول له انها لحد دلوقتي اصلا لسه بتقرا فيهم. بس فيفا بيقطع كلامها وبيعرفها ان الرسائل اللي هو جايبها لها رسائل اهم بكتير من الرسائل اللي معاها. وبالفعل اول ما ايرينا بتمسك الرسائل كده بتنصدم على طول لما بتكتشف ان الرساله ديت من الكونت هريدا، واللي كان عمال بيقول لها فيها ان هو حذرها انها تستسلم، وبما انها ما استسلمتش دلوقتي لا وكمان خلصت على ستوكوف ايزك، فهو دلوقتي بيديها فرصه اخيره يا اما تعلن استسلامها يا اما هو هيتدخل شخصيا ويخلص عليها وعلى كل المناطق اللي هي بتترأسها. فبعد ما ايرينا قرأت الكلام ده بدأت تقول انها كانت متوقعه ان الكونت هريدا هيهجم عليهم او هيبعت لهم رساله تهديد، بس ما كانتش متوقعه ان هو يعمل كده بالسرعه دي، خصوصا وانها لسه طالعه من حرب. في الوقت ده كان كريس قاعد جنبها وبيسالها لو كان الكونت هريدا ده جامد وفاكر للدرجه دي يعني. بتقوم ايرينا معرفه كريس ان مفيش فرق في الاداره تقريبا من حيث التطور، فالمقاطعه بتاعته يعني مش اللي هي احسن حاجه، لكن الكونت هريدا بيميزوا حاجه واحده بس وهو ان الجيش بتاعه كبير جدا ومتدربين كويس على عكس جيش ستوكوف ايزك اللي كان عباره عن شويه مدنيين ارغمهم انهم يدخلوا الحرب بتاعته. فكريس بعد ما سمع الكلام ده كان عمال بيفكر مع نفسه في انه ممكن يخلي بيتي تتنكر ويرسلها تتجسس على الكونت هريدا، ولو الوضع ساء جدا فممكن يخلصوا عليه ويريحوا دماغهم منه، بس ده ممكن يسبب لهم مشاكل اكتر. بس في وسط كلامه بيجي فيفا وبيسال ايرينا لو ما كانتش هتقرا بقيه الرسائل المهمه اللي جابها لها. هي طبعا ما كانتش فاهمه ايه الرساله المهمه اللي بعد الرساله ديت لحد ما بتشوف ان قدامها رساله محطوط عليها الختم الملكي، والرساله ديت كانت من الامير ادلوف اللي بيدعو ايرينا بشكل مباشر تحضر الحفله بتاعته. وبنشوف في اليوم اللي بعد كده كان كريس وايرينا متجهزين عشان يروحوا حفله الامير، وفي حين ما كانت ايرينا مستغربه ايه اللي هيخلي كريس يروح معاها، بيقول لها كريس انه لازم يكون في شخص واحد معاها على الاقل علشان يساعدها، ده غير كمان انه هي هتحتاج لحد يرافقها في الحفله عشان ما تقفش لوحدها. بس وهم ماشيين كده بتسال ايرينا كريس فين بقيه اتباعه، بيبدا يفهمها بعد كده ان هم لما كانوا في القصر بتاع كريس لما عرفهم هناك ان هو عايز يروح مع ايرينا الحفله، فجت شينا وقالت لكريس ان هي عايزه تيجي معاه. وبرده ليليس وبيتي لما بيسمعوا ان شينا عايزه تروح مع كريس بيقولوا لكريس ان هم كمان عايزين يروحوا معاه. وكمان كلير لما بتسمع ان هم كلهم عايزين يروحوا مع كريس فبتقول لهم ان هي كمان عايزه تروح مع كريس. فلان كريس شخص ديمقراطي جدا قرر يشوف حل يرضي جميع الاطراف، وفي النهايه بيقرر ان هو ما ياخدش اي حد منهم. وبينتقل بينا المشهد بعد كده في القصر الملكي، في حين ما كان كريس وايرينا عمالين بيستكشفوا المكان كان كريس عمال بيقول مع نفسه ان الحفله ديت مش مختلفه كتير جدا عن الحفلات اللي بيعملها الشياطين الاغنياء في عالم الشياطين ده، لحد ما بيجي الامير ادلوف يقاطع تفكيره. فبتبدا ايرينا انها تحييه كده وبتشكره على الدعوه بتاعته. الامير ادلوف ما فتحهاش باي موضوع مختلف، قال بس ان الحفله بتاعته لسه بادئه من شويه وبيطلب منها انها تستمتع فيها، بس ما بيكملش كلامه ده علشان الكونت هريدا بيجي يلقي التحيه عليه. فلما ايرينا بتشوفه كده بتقرر انها تنسحب هي وكريس من المكان بسرعه قبل ما الموضوع يسوء اكتر بسبب الكونت هريدا. لكنهم هم ماشيين كده بيبدا هريدا باعلى صوته بيقول للامير ان ايرينا هي والشخص اللي قدامه ده كانوا مشاركين في حرب على ستوكوف ايزك. فبيقوم الامير قايل له بكل برود كده ان هو عارف الموضوع ده وعارف كمان انها كسبت في الحرب بتاعت ستوكوف ايزك. بس هريدا ما بيسكتش لما بيسمع برضه الامير بيقول ان هو عارف الموضوع ده، لا ده كمان بيحاول يولع في الموضوع اكتر واكتر، وبيبدا يقول للامير وهو متعصب كده وعمال بيصرخ ان القوانين بتقول ان ممنوع قتل الامراء او الملوك او حتى الكونتات، بل كان المفروض انها تقبض عليه كرهينه حرب وتسيبه على قيد الحياه. بس دلوقتي بيقول ان ايرينا موتته، بما انها خالفت القاعده ديت فهي ممكن في اي حرب تدخل فيها تقتل بقى سواء ملوك امراء او كونتات او اي حد. طبعا كريس كان شايف اللي بيحصل ده وعارف كويس ان الكونت هريدا بيحاول يولع في الموضوع اكتر واكتر قدام الامير، وبيتجه بعد كده نظر كريس ناحيه الامير علشان هو مستني ويشوف هيقول ايه.
وبس يا عزيزي المشاهد، الى هنا نكون وصلنا لنهايه الحلقه الرابعه من حكايه كريس. فلو عجبك الفيديو ما تنساش تسيب تعليق حلو زيك، وبس اشوفكم في فيديو جديد، في امان الله.